يعني ممكن بهالمكان تلاقي السيارات الغالية الرخيصة الفخمة السبورت، بس صدقا والله عن جد في سيارة ما خطر ببالي انها تكون وصلت لهون صراحة. السيارة هلا نزلت. طلع شفت هون. الله على الرينج روفر سبورت موديل 2024 اللي صارت هون. يعني والله هاي عن جد مش متوقع صدقا يا اخوان. هاي السيارة امبارح نزلت، يعني ما لحقتش توصل على الشارع اساسا، يعني تصير مضروبة وموجودة هون. فيعني خليني احكي لكم بشكل سريع. هلا هذا هو رينج روفر الجديد، هذا الشكل تماما من داخل خارج جديد. هذا نزل يعني خلينا نحكي هو نسخة اللي بسموها 2024 يعني تمام. هو نزل اول او بنص السنة مش عارف. المهم هاي السيارة يا صديقي هي نسخة السبورت مش الفوق، فهي النسخة الرياضية. هاي السيارة من جوا هيك شكلها. طلع ليش اخربها حرام. السيارة هاي يعني شغل دلع. فهاي من جوا هيك شكل. شوف فخامة التكستشر اللي هون. طبعا السيارة بحالة الوكالة تماما، فاتح عندك ايرباجين، ولكن غير هيك ما فيش. السيارة مش مهيونة، مش معمول فيها ولا احطة. طلع شوف. طبعا هلا نظام الرينج روفر الجديد هو عبارة بس عن شاشة زي توجه كل السيارات الثانية، عم بخففوا كبسات وبروحوا على الشاشات والتاتش والتحكم. هذا انا شوي ضد هذا الحكي، ما بحب يعني، بس خلص امنا الله. انا بحب شوي الاولد سكول ازرار. ولكن هاي السيارة شو فكرتها؟ شو بتقول لك؟ طلع الجيلاتين، لسه جيلاتينها عليها، شايفين جيلاتين هاي موجودة هون وهون. حرام الزلمه ما تهناش فيها، الله اعلم قد ايه ماشي، مش قادر اعرف. بس يعني شوف يا اخوان، هاي السياره نزل عليها او بنزل عليها اكثر من محرك تمام. عندك محركات 6 سلندر بلاجن هايبريد، ومحركات ال 5.0 اللي هي خلينا نحكي عن نسخه الاس في، ابتداء من ال 350 حصان وصولا لل 570 حصان حسب النسخه. هلا صدقا انا ما بدي افتي، هاي النسخه مش قادر اعرف اي نسخه، ما بديش افتح الصندوق يعني. ولكن خلينا بشكل عام احكي لكم يعني. هلا هاي غالبا هاي اللي هي الاوتوبايوغرافي. اوكي هاي غالبا نسخة الست سلندر السوبر تشارج تمام. بس السيارة هاي بتعطيك باقل حالاتها 5 ثواني فاصلة تقريبا 7 كتسارع من 0 ل 100، انتهاء ب 3 ثواني فاصلة 6. فمش قليلة ابدا هالسيارة هاي. شوفوا من ورا حرام. بس شوف بدكم الصراحة، طلع الجيلاتين. شوف جيلاتين الوكالة عليه، حرام يعني صراحة. شكل عن جد يعني يدوب مستهلك. يعني انا بحكي هاي السيارة باقصى حالاتها ماشية 5000 كيلو باي ذا واي، يعني مش اكتر من هيك. هلا الضربة اللي فيها ايش هي؟ بس هاي الضربة غريب. فتح ايرباج على هاي. لا من هون، من هون بين. لا يا زلمه طلع واصل الشاصي. لا مش واصل الشاصي، بس لا طلع الشواصي نضاف تماما. بس من هون بين الضربه كيف عامله. مرجع العجل لورا. طلعوا هيها، هذا ضارب بالرصيف غالبا. شايف ضارب بالرصيف. الهيئه الاماميه كلها رجعت لورا. هيا شايف عامله هيك. بس طلعوا سيارة جديدة من جوا. على كل حال هذه هي كانت الرينج روفر باي ذا واي. هاي سعرها تقريبا $100,000 حاليا يعني. الرابتر اللي هون يا اخوان هو الغني عن التعريف الوحش الصغير هاد. صار فيه ضربة كتير بسيطة صراحة. كتير مستغرب انه بس عشان هاي الضربة وصل فيه الحال انه ينرمى هالرمية. شوفوا في عندنا بس هاي الضربة اللي هو فعليا غالبا يعني طبون وجناح وشوية هاي امامية وخلصنا يعني. بس زي ما شايفين في هاي من جوا جديد يعني، جديد تماما يعني فاهم. شوف والله هيك عندي هاد فكرته كيلس. طبعا شيفترز حاطين له. هذا الرابتر طبعا هذا الاصدار العادي من الرابتر، مش لا شلبي ولا اشي تاني يعني. طيب بعدين نبدأ هون
يعني هاي السيارة ماشية تخيلوا توتال 18,000 كيلو. 18,000 كيلو يعني بمعدل ماشي إذا بنحكي الواحد الطبيعي بمشي له بالشهر مثلا 3-4,000 كيلو، يعني هاي أقل من تقريبا سنة ماكس، أقل من سنة 6-7 أشهر، يعني هاي فعليا هذا معدل مشي السيارة. فهاي السيارة بحالة الوكالة من جوا. طبعا الغريب إنه لساتها هاي فيها المسجل، تقدر تشغل الصوت، شايفين؟ طبعا بديش اعلي الصوت لأن مرة ماضي مسكنا كوبي رايت. فالسيارة من جوا شغالة، ما فيها ولا أي إشي ولا أحطة فعليا من جوا. استغرب ليش انتهى فيها الموضوع هون. هلا شوف بدكم الصراحة كونها فئة تانية حتحسوا بريحة البلاستيك فيها، فاهمين؟ مش بي ام دبليو متعودين عليها. يعني طلع انت البلاستيك بتحسه تشيبو، يعني بتحس برخص بالبلاستيك. فهي مش بي ام دبليو اللي متعودين عليها. طلع سيارة ماشية 18,000، اسمع الصوت. بس يعني اوكي منيحة مرة ثانية لاستخدام يومي. هاي واحدة ثانية بس مش احنا عرفنا ليش مضروبة او ليش ما مرمية هاي الرمية، ما عرفنا. طبعا هاي اكس درايف اللي هي دفع رباعي السيارة، او تحكم بالدفع بالجر الرباعي بسموه. وهذه هي الام 2. طبعا شوفوا البريك ديسك تبعها حجمه هائل، يعني حجمها اكبر من سيارات اضخم منها بكثير. هاي محمد بيقول لي في كمان واحدة هناك، خلينا نشوف. اصحاب بي ام دبليو حيزعلوا منا هلا. هاي العادية، هاي العادية مش هاي يا صديقي. شوفوا الفرق، يعني شوف الفرق بحجم البريك ديسك بين هاي وبين اللي شفناها بشوي. هلا هاي يعني مضروب مبين واضح. هذيك ماشية 18,000 على فكرة. يعني بس تعرف شو الغريب؟ ما بعرف اذا حيتفقوا معي اللي عم بيتفرجوا علينا، ولكن داخلية هاي مع انها مش فئة الام احلى من هذيك، بين رياضية اكتر. هون يمكن لون برتقالي معطيها هاي شوف هاي 18، هاي 218. هاي الفئة الاقتصادية. طبعا عليها ام كيت، يعني عشان بس ما نتفق عليها ام كيت، ولكن هذا ايش ما له علاقة باي اداء. طيب هذه هي هيك جولة سريعة على تنتين من البي ام دبليو اللي شفناهم. في هناك شغلة كثير حلوة حاجيكم بفيديو تاني. هون في عنا يا صديقي، تعال شوف، هاي عنا البورش بانيميرا. وهاي هاي تسلا، مش هاي الاكس، لا مو الاكس، هاي الاكس، هاي واي يمكن. انا بتخربط فيهم صوت ولا صغير. لا هاي الواي. اوكي. ايلون ماسك مسكرها. في عنا هون البورش بانيميرا 4 اس. شوف احلى اشي بالبانيميرا داخليتها صراحة. شفت شكلها؟ طلع، لا مش زي الكيان. داخلية الكيان بحبها. شوف من ورا، من ورا بتكمل. مش معقول ما احنا. هلا هي قديمة السيارة خلص، يعني نعطيها العافية. بس تصميمها حلو لليوم. بورش بانيميرا يعني بحسها من احلى السيارات اللي عند بورش.